لأعضاء المكتب الجهوي بنزرت. نثمن عاليا قدوم الأخ رفيق عبد السلام الوزير، وزير خارجية حكومة الترويكا وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. نرحب بالأخ عبد الكريم العباشي عضو مجلس الشورى لحركة النهضة. وأخيرا نرحب ترحاب خاص بالجماهير الكريمة التي شرفتنا وبدونها لا يمكن أن يقام هذا الاجتماع، فمرحبا بالجميع، فمرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. الحضور الكريم، إن الثورة التونسية هي الآن النقطة الوحيدة التي بقيت في العالم العربي والإسلامي، فإن صلحت صلح هذا الجسد كله. لذا فإن يوم 26 أكتوبر 2014 هو امتحان لأبناء تونس، لثوار تونس، لأحرار تونس. هو امتحان، والثورة الوحيدة التي سمحت في الثورة العالم هي التي تسمح وسمحت الآن بأن يتناظر فيها المستبد مع المستضعف، الجدال مع الضحية. فلذا إخواني الكرام، هذا يوم سوف يكتبه التاريخ، سوف يكتبه التاريخ، لأنه يوم فاصل في تونس، يوم فاصل بالثورة. إما أن نكون مع تحقيق أهداف الثورة بالكرامة والعزة والحرية، وإما أن نعود إلى الاستبداد والظلم. فرجاء أخوتي الكرام، فرجاء أخوتي الكرام أن نتكاتف يوم 26 أكتوبر ويكون شهادة حق، شهادة حق يوم 26 أكتوبر، لا شهادة ظلم الغياب أو التباطؤ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أتوجه إلى أهالي وطن مصر. فحركة النهضة تمد يدها إلى الجميع، تمد يدها إلى أبنائها الأحرار، سواء أي من الأحزاب، من المجتمع المدني، من جمعيات، أن ننهض بماطر، أن نقدم إلى ماطر كل شيء. فمحبة ماطر ليس كلام، فمحبة ماطر ليس كلام، فلنتحد مع بعضنا وننهض بماطر. ماطر لها من المقومات ما يمهدها، مقومات نظامية، مقومات اقتصادية، مقومات بيئية، مقومات طبيعية. ما أيها